التأصيل الشرعي لمفهوم الأغلبية. لا بد من التسمية بأن مسألتنا هذه ليست من المسائل المنصوصة، بمعنى أنه ليس هناك نص يضمن صراحة باتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما أنه ليس هناك نص يمنع أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية، والنصوص التي تتصل بالموضوع ويمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة، وخصوصا في السيرة النبوية، ولكنها جميعا تحتاج إلى تدبر واستنطاق لكي تفصح عن دلالتها في الموضوع. ولهذا اختلفت أنظار العلماء والباحثين فيها، واختلفت استنباطاتهم منها واستدلالاتهم بها. 1. وسيذكر الباحث أدلة المجيزين للعمل بالأغلبية، ثم أدلة المانعين ومناقشتها، ويرجح ما يراه راجحا بإذن الله تعالى. البند الأول: أدلة القائلين بجواز العمل بالأغلبية. الفقرة الأولى من القرآن الكريم. 1. قوله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. 2. وجه الشاهد: فهذه الآية إيحاء قوي بأن الممدوحين يتداول أمرهم بينهم ويتقلل العمل فيه بينهم، فهم فيه شركاء، وهذا لا يتحقق في صورة امتلاك فرد واحد منهم حق البت في الأمر، بل يظهر ويتحقق عندما يكون البت جماعيا، إما بالإجماع أو مع بقاء خلاف يسير قد يرتفع بالتراضي والتغاضي. وأقل ما يتحقق به ذلك اتفاق أغلبية المشاورين. 3. قال أبو الأعلى الموجود قاعدة: وأمرهم شورى بينهم تتطلب بذاتها 5 أمور. خامسها التسليم بما يجمع عليه أهل الشورى أو أكثريتهم، فإنه لم يقل تؤخذ آراؤهم ومشورتهم في أمورهم، وإنما قال: وأمرهم شورى بينهم، يعني أن تسير أمورهم بتشاورهم فيما بينهم. وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يتم بأخذ الرأي فقط، وإنما من الضروري لتنفيذه وتطبيقه أن تجري الأمور وفق ما يتقرر بالإجماع أو بالأكثرية. 4. 2. قوله تعالى في حق الملكة 7: قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه